مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. من هذا المشهد الذي يشترك فيه عدد من المراهقين تبدأ أحداث القضية حينما تختلط براءة الصبا ببشاعة الجريمة. أبناؤنا فلذات من أكبادنا، لكنهم حينما ينحرفون عن جادة الصواب فهم يفتون في أكبادنا. وإذا كانت دول العالم كله اليوم تشكو من ظاهرة جنوح الأحداث، فنحن بحاجة ماسة إلى طرح هذا الموضوع وفق منهجنا التربوي الإسلامي المعتدل، قبل أن تتحول بعض أسرنا إلى محاضن تزرع الأشواك وتسقي نبتة الإجرام من حيث تشعر أو لا تشعر. المجرمون الصغار أحداث وأسرار تكشف عنها أحداث هذه القضية. من هنا، من أحد الأسواق التجارية، كانت خطوات هذا المراهق تقوده إلى أحد محلات بيع الساعات ليحاول بيع ساعة ثمينة كانت بحوزته. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف الساعة دي ابغى بيها. مرحبا. طيب تبغى تبيعها؟ ايه. طيب معك ضمانها فاتورتها؟ لا جاتني هدية. جاتك هدية؟ ايه. طيب بنجيب لك فيها 30,000. 30,000؟ ايه. طيب خلاص يلا. طيب يا الحبيب استريح شوي، نشيك على الساعة إن شاء الله ونشوف لك فلوسها. بعد أن راود الشك صاحب المحل، طلب من الشاب الانتظار. تردد الشاب في بادئ الأمر، لكنه فضل الانتظار لعل الأمر ينتهي سريعا ويخرج بغنيمته. دوريات الأمن أحمد مبارك، السلام عليكم. الدوريات في عندي حالة اشتباه بساعة مسروقة. إن شاء الله في أسرع وقت إن شاء الله تكون الدورية عندك إن شاء الله. طيب أنا في انتظاركم. مرت دقائق وكأنها ساعات من الخوف والقلق، وبدت عيون الشاب تزيغ وتدور وكأنها تقول: كاد المريب أن يقول خذوني. عليكم السلام. حياك الله. طيب شو المشكلة؟ هذه الساعة وهذا الراجل يعطيني. تفضل. لا ما سويت شيء. تفهم مركز الشرطة. سلامات ما سويت شيء. وش فيك أنت خايف؟ ما سويت شيء. تفضل من مركز الشرطة. لا ما سويت شيء. سلامات. عند مركز الشرطة تفهم كل شيء. سلامات ما سويت شيء. اركب عند مركز الشرطة تفهم كل شيء. طيب ما سويت شيء. طيب اركب يعطيك العافية. بعد القبض على الشاب، تم اصطحابه إلى مركز الشرطة لاستجوابه حول الساعة وإثبات ملكيته لها. بدأت أحداث القضية ببلاغ عاجل من أحد محلات الساعات الثمينة ضد شاب مراهق يبلغ من العمر 16 عام، عرض على البائع في المحل ساعة ألماس ثمينة. لاحظ البائع في المحل علامات ارتباك على المراهق، فقام بالاتصال بالعمليات، وعلى الفور حضرت فرقة من دوريات الأمن إلى الموقع وتمكنت من إلقاء القبض على المراهق، وتم نقله لأقرب مركز شرطة ليتم التحقق من ملكيته للساعة. وش اسمك؟ تركي. تركي، تدري أنت ليش جابوك هنا؟ لا ما أدري، خذوني من محل الساعات وأنا ما أدري. من محل ساعات. والساعة من وين جبتها تركي؟ جاتني هدية. هدية من مين؟ من أخوي خالد. ومتى أهداك الساعة؟ قبل شهرين. وش المناسبة أن أخوك خالد يهديك ساعة مبلغها 60,000 ريال؟ جته فلوس وحب يهداني إياها. جته فلوس وحب يهديك إياها. طيب أنا ما عندي مانع أني أستدعي أخوك خالد الآن وأحقق معه، بس تدري يا تركي أن أخوك بينكر أن أعطاك إياها هدية. تدري ليش؟ ليه؟ لأن الساعة هذه عليها تعميم، وأنت سرقت الساعة يا تركي وجيت تبيعها في المحل. وعلى كل حال إذا تبينا نستدعي أخوك نستدعيه، وتورط أخوك معك في التحقيق وتبهذل أخوك، كل هذه ما عندي مشكلة، أنا جاهز. تبي تورط أخوك خالد ما عندك مشكلة. ها يا تركي؟
لا تورط أخوي ولا شيء. أجل قل لي يا تركي، كيف سرقت الساعة؟ هذا نصيبي من آخر بيت سرقناه. نصيبك من إيش؟ ومن اللي كان معك؟ أنا أقول لك السالفة بالتفصيل. في جلسات التحقيق أفاد المراهق بأن الساعة الثمينة كانت هدية من أحد إخوانه، لكن بمجابهته بالأسئلة وأوجه التناقض في إفادته اعترف بأنه قام بسرقة الساعة الثمينة مع بعض المراهقين الذين قاموا بمشاركته في ارتكاب جريمة من أحد المنازل. وبناء على اعتراف المتهم تم تحديد هوية المشاركين في الجريمة وأماكن سكنهم، وصدر الأمر بالقبض عليهم واستيقافهم رهن التحقيق حول ما نسب إليهم في القضية. تمكن رجال الأمن من القبض على 4 من المراهقين. الأول تركي، عمره 16 عاما، تحصيله علمي ابتدائي، عاطل عن الدراسة والعمل. الثاني صقر، عمره 17 عاما، تحصيله العلمي متوسط، عاطل عن الدراسة والعمل. الثالث فارس، عمره 16 عاما، تحصيله العلمي ابتدائي، عاطل عن الدراسة والعمل. الرابع بندر، عمره 14 عاما، تحصيله العلمي أمي، عاطل عن الدراسة والعمل. يا بندر، زملائك اعترفوا بسرقة المجوهرات وساعة الألماس من البيت. ممكن أعرف إيش السبب اللي دفعكم للسرقة؟ والله الحاجة يا حضرة الضابط، كنا محتاجين الفلوس بأي طريقة. الحاجة يا بندر ما تبرر لك السرقة ولا تبرر لك التعدي على أموال الناس. على كل حال أبيك يا بندر تشرح لي وبالتفصيل كيف تمت عملية سرقة البيت. والله احنا كنا نسمع في الحارة إن في بيت أغنياء عندهم فلوس ومجوهرات واجد، فرقبنا أهل البيت روحاتهم وجياتهم. في اليوم لحد من العملية انتظرنا أهل البيت حتى طلعوا، فدخلوا 3 وظليت أنا في الخارج راقب لهم الوضع. بندر اسمع، أبى أدخل أنا وتركي وفارس، وأنت راقبنا الوضع، أي شيء اتصل. ما يحتاج، يدق عليك على طول، ايش يصير يدق عليك. خلاص يلا انت. كانت مهمة بندر المراقبة الخارجية تحسبا لأي طارئ، أما ال3 الباقون فكانت مهمتهم السطو على المنازل وسرقة كل ما فيها. فقر ايش فيه؟ تعال شوف ايش لقيت. لقيت ذهب. حط مخبرك بسرعة وامشي بسرعة. امشي فارس، امشي. وكعادتهم بدأ ال4 باقتسام ما سرقوه من المنزل فيما بينهم. بدل تجينا وتزعجنا وتقروشنا. لا يا فارس، أنت سبق وإنك قلت لي إنكم سرقتوا مرتين. السرقة الثانية متى؟ أعتقد إنها كانت بعد السرقة الأولى بأسبوع. بعد السرقة الأولى بأسبوع. من كان معك من الشباب؟ كل العيال كانوا. جميل. طيب يا فارس، أبغاك تقص لي بالتفصيل كيف تمت العملية. أنا أقول لك يا حضرة الضابط. بعد مراقبة المنزل المستهدف توجه ال4 إلى الموقع ودخلوا المنزل بكل سرعة، وبعد أن جالوا في المكان وداروا على عدد من الغرف استطاعوا أن يصلوا إلى هدفهم.
وهكذا كان حالهم بعد كل جريمة، يسرقون ثم يقتسمون ما حصلوا عليه. بعد القبض على المتهمين واعترافهم بجريمتهم، قام المحقق بجمع وتحليل الأدلة والمعلومات ودراسة الأسلوب الإجرامي وملاحظة أوجه التناقض في أقوال المتهمين ومقارنتها ببعضها، الأمر الذي أسهم في اكتشاف عدد من جرائم السرقة التي قام بارتكابها المتهمون في أوقات مضت وسجلت ضد مجهول. كما كان الأدلة الجنائية دور كبير في تأكيد اتهام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم اعتمادا على الآثار المرفوعة من مسارح الجرائم. ومع اعتراف المتهمين كان للأدلة الجنائية دور بارز في تأكيد الاتهام ومطابقة أقوالهم للواقع، حيث تم الكشف عن وجود آثار للمتهمين تم تسجيلها في عدد من القضايا السابقة والتي تم الإبلاغ عنها في أوقات متفاوتة. ها يا صقر، الدور عليك تتذكرنا باقي السرقات غير البيتين اللي اعترفت بها أنت وزملائك. ما سرقنا شيء غير البيتين. كل ده التخطيط ولا سرقتوا شيء؟ صدقني إن كنا ناويين بس مسكتونا قبل. أنت متأكد؟ أكيد نعم. أكيد. أنت ذكي يا صقر ورئيس عصابة محترف بعد، بس المشكلة ذكائك واحترافك راح يفاجئك بأشياء كثيرة. صقر، 500,000 ريال سعودي وينها؟ 500,000 ريال سعودي اللي سرقتوها من البيت الكبير يا صقر. ما سرقنا 500. أنا ما أدري عن شيء. ما تدري عن شيء، لكن أنا عندي تقرير يدري عن شيء. تقرير الأدلة الجنائية يثبت أن العينة اللي أخذناها منك مطابقة مع الآثار الموجودة في مسرح جريمة سرقة 500,000. يا صقر، الإنكار ما راح يفيدك بشيء، بالعكس الإنكار بيشدد عليك العقوبة، خاصة أن عندنا تقرير من الأدلة الجنائية يثبت وجود بصماتك وآثارك على مسرح الجريمة. خلاص أنا بعترف بكل شيء. يا عيال، هذا البيت يقسم علينا بنسفره، راعيه مطنوخ ويشتغل بمحلات الذهب. شو الوضع؟ متأكد ما حول أحد؟ متأكد ومراقبة لي فترة. اسمع يا بندر، أنت وتركي تراقبون وبخش أنا وفارس. أي شيء اتصل علينا. خلاص؟ ما يحتاج. يلا. في ذلك اليوم دخل صقر وفارس إلى المنزل المستهدف، فيما بقي تركي وبندر للمراقبة الخارجية. دق عليه. يبدو أن تركي راوده الشك في أحد المارة، واستشعر خطرا لا بد أن يحذر منه من بداخل المنزل. يا ولد لا ترد، لا تخلي يولي. يا ولد حلو هلا بندر. يا ولد يلا بسرعة، ايش قاعد تسوون؟ في واحد شك فضل ما قاعد يفر، واحد شكله شك فيني. اطلع بسرعة يلا. أقول أنا بطلع. وبعد خلاف وجدال تخلى الأصدقاء عن صديقهم، وبقي صقر في المنزل ليكمل المهمة بمفرده، وكانت المفاجأة.
هذه 500,000 ريال. ريال ينطح ريال. كافو يا رجال، يحرم منكم دندين. والله نطح لبناتها مثل ذي ننطنخ. يلا وزع وش وزع. والله ما حد جدي على وير يا امي. سلامات يا ابوي، كلنا بشركة المال. انا اللي تعبت فيها. وش تقصد يا حبيبي؟ انا اللي تعبت فيها وانتم كلكم مشيتوا وخليتوني. لا سلامات. لا خلاص يا زقت. خذ نصيب 2 والباقي مرزق. لا سلامات. لي نص ولكم نص تقاسمون فيه. طيب خلاص يلا مثل ما قال. يلا وزع يا رجال وزع. في جلسات التحقيق اعترف المتهمون بارتكاب عدد من جرائم سرقة المنازل، وقام المحقق بتدوين اعترافاتهم وتصديقها والبدء في إجراءات استعادة الأموال المسروقة وكذلك المسروقات وإعادتها إلى أصحابها. ونظرا لكون المتهمين من المراهقين دون سن 18 فقد تم إيداعهم دار الملاحظة الاجتماعية، حيث تنص الأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية على عدم دخول الأحداث الصغار دون 18 سنة إلى السجن العام، بل يتم إيداعهم في دار الملاحظة الاجتماعية سواء فترة التوقيف أثناء التحقيق أو فترة العقوبة. وهذا كل شيء حضرة الضابط. ما شاء الله عليك يا صقر، عندك شخصية قوية وعندك إصرار وعزيمة خلتك محترف في فتح الأقفال والخزانات. إلا أني حزين على وضعك. تدري ليش أنا حزين؟ لأنك ما استغليت هالشخصية في فعل الخير واستغليتها في فعل الشر. يا صقر أنت ما ودك تصبح إنسان ناجح في الحياة وترفع رأس أمك وأبوك؟ أمي وأبوي. إيه أمك وأبوك؟ أسألك بالله، أمك وأبوك يرضون إنك تكون في الطريق اللي أنت تمشي فيه الآن؟ يمكن؟ نعم. كيف؟ وضح لي. بعد ما صار الانفصال بين أمي وأبوي عشت مع أبوي ببيتنا في الحي القديم. صار وقتي كله دشرة وصياعة وهوشات، وصارت حياتي كلها كذا. ومع كل أسف كان للأسرة دور كبير في فساد هذا الشاب. لم يكن ضياعه وتسكعه في الشوارع سوى ثمرة مرة لما زرعته أسرته من الإهمال. سلامات يا أبو. آمر. خير ايش تبي؟ شوف ناظر تضحك. ماشيين بالشارع، شارع أبوك ولا أمك؟ شارع أبوي. لا ولا أبوك في خير، كان رباك. كنت أمشي بالحارة داج، لا أحد يسأل عني ولا أحد يراقبني، واجلس بالشارع ساعات طويلة. لما أرجع البيت أذهب ما ألقى أحد يفتح لي الباب. ومع ترادف الانفلات والضياع في حياة هذا الشاب يبقى السؤال الكبير: أين دور أسرته؟ وأين الرقابة والمتابعة لسلوكه؟ اضطر انتظر ابوي، ولما يجي يسمع لي كم كلمة ويدخل بالبيت. ما شاء الله. قم ادخل. المشكلة ان ابوي ما كان يدري عني. يمكن يمر يوم او يومين او اكثر ما اشوفه، وان شفته ما اسمع منه الا التحطيم والهواش. ادخل. واخذت معك. إلى متى يا صغير وانت الحال؟ إلى متى وانت داج؟ لا شغلة ولا مشغلة. ما لقيت شغل. ما لقيت شغل ولا بتلقى شغل. تدري ليش؟ ليش؟ لأنك فاشل، طول عمرك فاشل، حتى دراستك ما كملتها، وشهادتك ريال واحد ما تسوى. دورك في أمك اللي أهملتك إنه وصلت للحالة. امي ما لها دخل. أمك ما لها دخل أكيد.
انت بتدافع عنها امك فاشل مثلها. اسمعني، اما انك تلقى شغل وتشتغل وتصلح حالك، واما انك تقضب الباب، البيت يتعذرك. فهمت؟ بديت أفكر بوضعي وقلت لازم إني أتوظف وأعتمد على نفسي، لكن وين أروح؟ ألف وأدور ما لقيت وظائف. فآخرتها لقيت شركة حراسة أمنية، سجلت عندهم، قبلوني قالوا لي نبي نجربك وكذا، وإن مشيت ثبتناك، ما مشيت طردناك. فعلا داومت، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم مشيت، رابع يوم صارت سرقة بالوردية حقتي، والحمد لله مسكوا الحرامية وخذوا جزاهم. لكن المشرف قال أنت مهمل ومدري شلون، وفصلني وخلى معي اثنين، مع أن كانوا معي بنفس الوردية اثنين، فصلني وخلاهم. بعد ما تركت الوظيفة صرت أجلس بالحارة عاطل باطل، تكي بالشارع وشوف الشباب مبسوطين وراكبين سيارات حلوة، وأنا بجيب إلا 5 ريال، وبعض الأحيان ما توفر. تحطمت ويئست من الحياة، كنت أبغى أهرب من الحال المظلمة اللي نعيشها، لكني كنت أدور بدوامة ما أدري كيف أطلع منها. وهكذا وصلت حياة هذا المراهق إلى طريق الضياع في ظل الانفلات وغياب التوجيه الأسري. فأي طريق ينتظر هذا الشاب الصغير؟ إلى متى وأنا كذا؟ ضياع ودشرة، الناس كلها توظف ولا أنا جالس، أحس نفسي ضايق، حياتي ما لها معنى ولا قيمة. لكن بسيطة، لازم ألاقي لي حل، شغلة ما يقدر عليها إلا أنا، أجيب فلوس وأنا مرتاح. سدت كل الطرق قدامي، وقررت إني أدبر فلوس بأي طريقة. صرت أسرق الجوالات من المحلات، وبعدين أروح أبيعها وأخذ الفلوس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى شاحن الجوال هذا. أبشر. خلاص لي هذا. أي نعم. طيب أبغى أجربه. تفضل. أيوه. السلام. هكذا بدأت مغامرة هذا الشاب لتمتد يده إلى الحرام بعد قيامه بالسرقة من أحد محلات بيع الأجهزة الهاتفية. كم هذا يا أبوي؟ 25. واستمريت على الحال، ضياع وسرقات، وأبوي آخر من يعلم. هلا والله، كيف الحال؟ ايه لا ما عندي شيء. خير؟ وانتوا وين الحين؟ الاستراحة. تبوني اجي؟ صار مسافة الطريق، اجيب معي شيء؟ على خير، جايكم بالطريق. مع مرور الأيام تعرفت على راعي محل قص مفاتيح وأقفال، كنت أجيب المحل وأسولف معه، وبيوم شفت الرجال مع أدوات بسيطة ويفك خزنة. أعجبتني الشغلة وقررت أني أتعلمها. سألت الرجال وصار يعلمني. في البداية ما قدرت أفتح أي قفل، لكن مع الوقت والإصرار تعلمت، حتى صرت أفتح أي خزنة وأي قفل بكل سهولة. لأول وهلة بدا الشاب وكأنه يشق طريق الحلال بتعلم هذه المهنة، لعلها تكون مصدر رزق شريف له ولأسرته، لكن طمعه ونفسه الأمارة بالسوء كانت كفيلة لأن تتحول المهنة إلى طريق لممارسة الحرام.
الغالب يعني دائما سرقة المنازل تتم من قبل مجموعات، مجموعة تراقب ومجموعة تدخل المنزل ومجموعة تصرف الشيء المسروق، فدائما هي جريمة جماعية يعني بشكل عام. صغار السن دائما يعني جريئين في ارتكاب مثل هذه الجرائم، يعني يجب انه يكون فيه متابعة للأبناء بشكل عام، لأنه دائما صغار السن متى ما كان هناك يعني فراغ في أو عاطل عن العمل، إضافة إلى أن الحاجة للمادة قد تدفعه إلى الانخراط مع بعض المنحرفين على أساس أنه يرتكب مثل هذه الجرائم للحصول على المال. فمهم جدا دور الأسرة في متابعة أبنائها صغار السن. بالنسبة للنقطة الهامة في موضوع سرقة المنازل اللي يعني أبغى أركز عليها، اللي هو أصحاب المحلات التجارية اللي تمارس عملية بيع وشراء المواد المستعملة. وهذه المحلات الحقيقة واجد كثيرة، مثلا على سبيل المثال محلات المجوهرات أو محلات الحاسب الآلي، محلات الهواتف الجوالة، محلات مثلا الأثاث المستعمل. يجب على أصحاب هذه المحلات يعني التعاون مع الجهات الأمنية في عدم استقبال أو شراء يعني أي قطع مستعملة إلا بعد تسجيل المعلومات الكاملة عن صاحب البضاعة هذه أو صاحب الجهاز اللي يبغى يبيعه مثلا على المحل، على أساس أنه يسجل اسمه ويسجل هويته، لأنه أحيانا بيكون الجهاز هذا أو القطعة هذه مسروقة، فبالتالي يعني يساعدنا كرجال أمن في عملية معرفة الشخص اللي قام بسرق القطعة هذه، لأنه دائما تجينا حالات الحقيقة أنه بيتعرفون على الجهاز ويتعرفون على فصاحب المحل يتحمل مسؤولية. إذا أنه ما سجل اسم البائع فهو تبقى تحت مسؤوليته. وكم هي مؤلمة لشباب كان ينتظر منهم أن يكونوا لبنات صالحات في أسرهم ومجتمعهم بدل أن يكونوا معاول هدم وأسباب شقاء. هكذا مشاهدي الكرام انتهت جلسات التحقيق في هذه القضية باعتراف هؤلاء المراهقين بجرائمهم، ويجري الآن نقلهم إلى دار الملاحظة ليلقوا جزاءهم على أفعالهم. ويبقى السؤال الأكبر في هذه القضية: هل هؤلاء المراهقون مجرمون أم أنهم أبرياء؟ وإذا قلنا إنهم مجرمون بفعلهم الإجرامي وتكليفهم الشرعي والقانوني، فإننا نؤكد أنهم في كثير من الأحيان أبرياء متى ما كانوا ضحية للإهمال الأسري أو الانفلات الاجتماعي. في الختام تقبلوا مني رقة تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية. عندي لك طريقة نوفر فيها من فلوس الصراف، لو يجيبون خبراء الأجهزة والمعدات اللي في العالم كله ما راح يكشفون. ما حد يعرف نظام الصراف إلا أنت وسام.